وفي رواية الإمام النسائي وأحمد في المسند والترمذي وابن ماجه وصححها الشيخ الألباني أن أبا بكر رضي الله عنه قال: أيها الناس، إنكم لتقرؤون هذه الآية، وتلا قوله تبارك وتعالى في هذه الآية التي نحن بصددها: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ثم قال أبو بكر رضي الله عنه: وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعذاب من عنده. إذن الآية والمعنى الصحيح لها أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما هو سمة من سمات الأمة وأساس الخيرية فيها، كما قال ربنا تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو صمام أمان الأمة، لأن تصويب أخطاء الآخرين وإصلاح الفساد وبذل النصيحة للغير إن أخطأ أن يصوب خطأه، وإن شرد وبعد أن يعود من خلال النصيحة والكلمة الطيبة، وإن تمادى في غيه وفي ظلمه فإن على المسلمين أن يقوموه، عسى أن يرتدع وأن ينزجر، لقوله عليه الصلاة والسلام عندما سئل عما كانت عليه العرب قبل الإسلام: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال الصحابة: يا رسول الله، ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أن تكفه عن ظلمه فذاك نصره. إذا رأيت إنسانا قد ظلم أو تمادى في غيه فعليك إن كان باستطاعتك أن تغير بيدك غير بيدك، إن لم تستطع وتستطيع أن تغير بالكلمة، بالنصيحة، بالزجر، بالنهي، بالمنع من خلال الكلمة، لا تبخل بكلمة من أجل إصلاح أخيك. وإن لم تستطع أن تزجره وأن تبعده عن غيه بالكلمة المؤثرة فعليك ألا ترضخ لظالم، وعليك كذلك أن تعلن براءتك من عمله هذا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد.